وعوهم. اولا نوعوهم خطر بوسبير. انا لازم ولادنا ولازم شبابنا ما يلزمش يروحوا يمشوا وينساقوا وراء هذاك الخطاب تاع خاوه وإذا ما كانش خاوه مع بلد بهذه المواصفات مش مقبول، لانه استخسر فيك تاريخك استخسروا فيك. لانه هذون في 63 لما جدك، نقولوا لولادنا لشبابنا، لما جدك جاب الحريه للجزائر وحرر الجزائر في 62، في 63 هذو دخلوا وقتلوا من اجدادك وقتلوا من اهلك وحاولوا يحتلوا الجزائر في ذلك الوقت. فرنسا خرجت منه وما جاوا داخلين، غدارين وخداعين وما فيهمش الامان. ردوا بالكم منهم. هذاك ماشي نهضر معك يا بوسبير، راني نتكلم على الشباب الجزائري. ردوا بالكم، ما تمنوهمش، ما ديروش فيهم الثقه. هذو راهم يسرقوا كل ما هو جميل في بلادك وينسبوه لانفسهم. يقول لك تاعنا، يقول لك ديالنا، حتى الاكل كسكسي وحسدوك فيه، قال لك مش تاعك، قال لك ديالنا. القفطان اللي موروث، اللي ورثناه على جد 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 جد، ورثناه من عندهم، قال لك لا ديالنا. الزليج اللي هي نقوش ورسوم على الجدار، قال لك ديالنا. انا حتى البارح شفت منشور عندهم قال لك الاخضر بلومي قال لك مروكي. شوف درجه لانهم خلاص ضايعين ومشاو ونساقوا وراء هذيك راحوا والله راحوا. هذو مستخسرين في كل شيء جميل، ما راهمش حابينه ينسب اليك. ثورتك راهم يتمسخروا من الثوره تاعك ويسخرون من ثورتك يا الجزائري، يا الشاب الجزائري، راهم يسخرون من ثورتك. والله غير النخبه نتاعهم هي اللي تسخر، اللي يسموها هم النخبه، الدكاتره والاعلاميين بدا يسخرون من الثوره نتاعك ويسخرون من 1.5 مليون شهيد. رد بالك تامنهم، ورد بالك دير فيهم الثقه، رد بالك. انا نقول لك رد بالك، حذاري، ثيق في المروكي، تعطيش الامان، تعطيش ظهرك، حذاري. لانهم خدعوا جدك الامير عبد القادر وخانوه في الثوره نتاعو. كان ممكن جدا انه الامير عبد القادر كانت الثوره نتاعو ماشيه انها تكون ثوره وطنيه وعندها صيت وطني، كان وصل الى مراحل متقدمه جدا من النصر. خدعوه وطعنوه في الظهر وسلموه لفرنسا، واجبر على الاستسلام، على ابرام معاهده الاستسلام حتى يحقن دماء الجزائريين، لانه فرنسا كانت ماشيه في مجزره رهيبه في حق الشعب الجزائري. انقذنا منها الامير عبد القادر الذي خانه السلطان نتاعهم وسلموا لفرنسا. حذاري ديروا فيهم الثقه، حذاري ديروا فيهم الثقه. هذول القاده تاع الثوره، محمد بوضياف الله يرحمه، اللي راهم الان يتكلموا عليه، وتجي نهار من نهارات ونحكوا على محمد بوضياف مليح رحمه الله، وحسين ايت حمد الله يرحمه، محمد خيضر، كريم بالقاسم، كانوا قاده الثوره اللي كانوا في الطائره، كانوا عندهم قراولامان في بوسبير، راحوا تخيلوا حطوهم في هذيك الطائره، والحسن الثاني راح سلمهم لفرنسا اسرى، سجنوهم. ردوا بالكم ديروا فيهم الثقه، حذاري ثم حذاري ثم حذاري. هذون اللي نهار اللي بدا الارهاب وبدا القتل في الشرق الاوسط، والجزائر كانت بلد مستهدف من الارهاب في فترة التسعينات، والإرهاب عنده قصة. رد بالك تسمع القصص اللي راهم يروجوا لها. هم يحبوا يخدموا السيناريوهات اللي تناسبهم، اللي تخليك انت دائما عديم الثقة تاعك في بلادك. ينزلوا لك السيناريوهات. كانت المنطقة تاع الشرق الأوسط أنا ذاك الوقت كانت في مصر، كانت كاينة التفجيرات، وكاين في سوريا، وكاين في الجزائر، وكاين في الكثير من الأردن. الكثير من الدول كانت تعاني من ولاية الإرهاب، وكانت ظاهرة دولية، لم تكن ظاهرة جزائرية. لكن في الجزائر كانت من أكثر الدول دموية اللي وقع فيها الإرهاب في ذلك الوقت، نحن نسموها العشرية السوداء، وكانت نتيجة أحداث معينة إن شاء الله تجيب فرصة ونحكوا عليها. في هذيك الفترة الحسن الثاني مشى مع دول العالم يحذر من الجزائر ومن الإرهاب الموجود في الجزائر. حاصر الجزائر، حاصرنا، كنا في أزمة اقتصادية وأزمة سياسية وأزمة أمنية. عوض أنه يخفف علينا من هذا الحمل الثقيل، راح سلط علينا العالم وفرض التأشيرة على الجزائريين باش ما